السلام عليكم متابعينا الكرام، وهذا هو العنوان الأبرز. روسيا تصدم الجزائر وتمنح المغرب شرف تنظيم القمة العربية الروسية. كل التفاصيل في هذا الفيديو، لكن قبل أن نبدأ يرجى الاشتراك في القناة ودعمنا بزر لايك ليصلكم كل جديد. أكد وزير الخارجية الروسي السيد سيرجي لافروف أن المغرب سيحتضن في شهر ديسمبر القادم من هذه السنة القمة الروسية العربية، والتي تضم جل الدول العربية الصديقة لروسيا، وهو حدث دأبت عليه موسكو منذ سنوات. وأضاف لافروف أن المؤتمر سوف يقام بمدينة مراكش في ديسمبر القادم بحضور جميع الدول الصديقة لروسيا من أجل بحث النقاش في الملفات المشتركة والاتفاقيات التجارية بين الدول المنضوية لهذا الحلف الحديث. كما أكد لافروف أن الدول المنضوية لمجموعة بريكس ستكون حاضرة في هذا المؤتمر الدولي الذي ينظم أول مرة خارج روسيا. كما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن المغرب يعتبر من بين أعظم الدول العربية والإفريقية، كما يعد شريك اقتصادي موثوق وآمن. هذا التصريح والقرار الروسي أحدث ضجة في الأوساط الجزائرية التي كانت تمني النفس بهذا الشرف بحكم تقربها الكبير من روسيا وباعتبارها الزبون الوفي لموسكو منذ سنوات. إلى هنا وصلنا إلى نهاية الفيديو، ونشكركم على حسن المتابعة.